في شهر فبراير اللي فات شركة سامسونج أعلنت عن أقوى فئة عندها وهي فئة الاس، ووقتها أنا طلبت الاس 23 الترا، وبعد 9 شهور استخدام فأنا جاي أقول لك خلاصة تجربتي معاه. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. الموبايل اللي معانا النهارده لا شك كلكم عارفينه هو الاس 23 الترا، عملاق سامسونج اللي نزل في شهر فبراير اللي فات. والموبايل ده بصراحه ابهرني في حاجات كتير جدا، علشان كده انا حبيت ان انا اطلع اقول خلاصه تجربتي معاه واقول المميزات والعيوب، لان للاسف هو فيه عيوب. ممكن تكون العيوب دي في النسخه اللي معايا وممكن تكون في كل النسخ، بس انا هقول لك خلاصه تجربتي مع النسخه اللي معايا من الاس 23 الترا. هنتكلم في الاول عن امكانيات الموبايل ده بيجي بمعالج سناب دراجون 8 جين 2 4 جالاكسي، والمفروض ان هو اقوى من اي معالج 8 جين 2 موجود في اي موبايل تاني. لكن في الاستخدام الطبيعي ما اعتقدش ان انت هتلاقي فرق بين المعالج اللي معمول لسامسونج والمعالج اللي معمول لشاومي طالما هما نفس المعالج، لان اداء الموبايل ما بيبقاش متوقف بس على المعالج اللي موجود جواه، بيبقى متوقف على نوع الرامات ونوع الهارد اللي موجود جوه الموبايل. ولكن بشكل عام فالموبايل ده هيديك اداء ممتاز جدا في كل الاستخدامات اليوميه. فبالنسبه لاداء الموبايل ده فهو مش هيأثر معاك في اي استخدام انت هتحتاجه فيه، سواء بتعمل مونتاج عليه، سواء بتصور بيه فيديوهات كتير، سواء بتستخدمه في الكتابه، في القراءه، في التصفح، في اي حاجه. الموبايل ده هيأدي معاك بشكل كويس جدا بسبب المعالج اللي جواه وبسبب الرامات ال 12 جيجا اللي موجوده جواه. مش هتحس باي تهنيج او بضعف من الموبايل. فبالنسبه لاداء الجهاز فالجهاز ياخد 10 من 10 في نقطه الاداء. تاني حاجه هنتكلم عنها في الموبايل ده وهي الشاشه. الموبايل بيجي بشاشه دايناميك اموليد 2 اكس زي اللي موجوده في الاس 9 الترا اللي عملنا له مراجعه من تقريبا شهر، بتردد 120 هرتز، بتدعم ال HDR 10 بلس، وبسطوع شاشه بيوصل ل 1750 نتس، واللي بيمكنك ان انت تقدر تستخدم الموبايل ده تحت اشعه الشمس بكل سهوله، وبتبقى شايف كل حاجه ومش هتواجه اي مشكله مع الشاشه. طبعا شاشات سامسونج فالموضوع مش محتاج كلام، وبما ان ده الموبايل الفلاج شيب من سامسونج فاكيد في احسن شاشه حتى الان في سامسونج. هنشوف ان شاء الله تطور في الموبايل الجديد الاس 24 اللي هينزل في شهر فبراير ان شاء الله، لكن حتى الان فالشاشه اللي موجوده في الموبايل ده هي اقوى شاشه موجوده عند سامسونج. نيجي بعد كده للكاميرات. واحده من نقاط قوه الموبايل ده هي الكاميرات، والتطوير اللي حصل فيها يعتبر تطوير كبير جدا بالنسبه للاس 22 الترا، لان في هنا كاميرا 200 ميجا بكسل، والكاميرا دي بتقدر تخليك تعمل زوم لحد 100 اكس، تقدر تصور بيها اي حاجه بعيد عنك. اي نعم اغلبه ديجيتال زوم، ولكن هتقدر توصل للبعد اللي انت عايزه وهتقدر تجيب تفاصيل اي مكان بعيد عنك بكل سهوله. فال100 اكس في الموبايل ده بصراحه مفيده جدا وعمليه جدا، انا ما كنتش متوقع ان انا ممكن احتاجها، بس في الحقيقه هي طلعت مفيده جدا. لو فتحت تطبيق الكاميرا هتلاقي عندك اول حاجه البورتريه، بعد كده وضع التصوير نفسه اللي بتقدر تختار منه اذا كنت عايز تصور ب 12 ميجا او ب 50 ميجا او بال 200 ميجا. عندك وضع النايت مود، ودي واحده من مميزات الموبايل ده للتصوير بالليل. الموبايل ده خرافي في التصوير بالليل، وبيقدر يجيب تفاصيل وبيقدر ينور الصوره. انا ما اعرفش هو بيجيب النور منين، بس هو بيقدر ينور الصوره وبيديك صوره باقل اضاءه ممكنه. فوضع النايت مود من مميزات الموبايل ده. بعد كده وضع الفيديو، والموبايل ده بيقدر يصور لحد 8K، بس عشان تاخد خاصية ال 8K لازم تدخل في وضع البرو فيديو، ساعتها تقدر توصل لل 8K. بيصور لحد 8K 30 فريم في الثانية. عندك 4K 24 فريم في الثانية و30 فريم في الثانية و60 فريم في الثانية. بعد كده عندك وضع السلو موشن والسوبر سلو موشن والبانوراما والكلام ده، ولكن المميز هنا هو وضع الاكسبرت رو، واللي تقدر تاخد بيها صورة رو تعدل عليها بعد كده بتطبيق اللايت روم او بالفوتوشوب او باي تطبيق تعديل صور انت عايزه. تصور الصورة بوضعية الرو وتختار اذا كنت عايز تصورها بال 50 ميجا بكسل او بال 12 ميجا بكسل، وبعد كده تبدا تعدل عليها باي تطبيق تعديل للصور. فده بالنسبه للكاميرات. اما بالنسبه للكاميرا السيلفي، والحقيقه الكاميرا السيلفي هي كويسه جدا طول ما في اضاءه كويسه، غير كده فانا بصراحه مش حابب الكاميرا السيلفي بتاع الموبايل ده، وحاسس ان هي كان المفروض يبقى فيها تطوير عن كده بالنسبه لموبايل غالي زي ده اس 23 الترا. اي نعم هو مش غالي زي الايفون، ولكن الموبايل ده كان يستاهل ان يبقى الكاميرا اللي جواه احسن من كده. هي كويسه وكل حاجه طول ما الاضاءه كويسه ومتظبطه، ولكن انا شايف ان في موبايلات كتير قوي احسن منها. مش هقارنها بالايفون طبعا، لان اكيد كاميرا الايفون هتغلبها في الحته دي، لان انا مش عجباني كاميرا السيلفي اساسا، ولكن الكاميرا معقوله وهتديك صور كويسه برضه، بس انا مش مرضي عنها. ودي واحده من احد العيوب اللي انا لقيتها في الموبايل ده. الكاميرا السيلفي كانت محتاجه تكون افضل من كده. دي كل حاجه تخص الكاميرات. طبعا الموبايل بيجي بسماعات استيريو والصوت فيه ضخم وكل حاجه، والموبايل جميل جدا من ناحيه الاداء كصوت وكمشاهده محتوى عليه، تتفرج على يوتيوب، تشوف افلام. الموبايل جامد من ناحيه انت معاك شاشه زي دي ومعاك صوت استيريو
استيريو زي ده. سماعه المكالمات بتشتغل كسماعه ثانويه، وبالتالي انت معاك سماعه اساسيه ومعاك سماعه فوق تانية، فالصوت يعتبر استيريو. فالموبايل هيديك تجربه استخدام ممتازه. نيجي بقى على اخر حاجه وهي البطاريه. موبايل زي ده بطاريه 5000 ملي امبير، بطاريه مش صغيره، وبشاحن 45 واط. الموبايل بيشحن بشاحن 45 واط، وشحن لاسلكي 10 واط. مش عارف ليه 10 واط كانوا لغوه احسن، وشحن عكسي 4.5 واط برده كانوا لغوه. يعني انت لو عايز تشحن سماعه ايربودز مثلا، او عايز تشحن الساعه السامسونج مثلا او كده، بيشحن ب 4.5 واط، وده طبعا ده شحن ضعيف جدا. فالاوبشن ده كان ممكن يتلغي احسن من الموبايل. ولكن اداء البطاريه بصراحه كويس جدا بالنسبه لامكانيات الجهاز، بس مش لدرجه ان هو يقعد معاك اليوم ويعدي اليوم والكلام ده. يمكن عشان ده موبايلي الاساسي وانا بستخدمه كتير تصوير وبعمل عليه مونتاج وحاجات من دي، وساعات بوصله بالشاشه بالوصله دي، طرف منها تايب سي بوصله في الموبايل، والطرف الثاني HDMI بوصله في الشاشه، وبوصل هنا معاها ماوس او فلاشات او ايا كان، وبقدر احول الموبايل ده للابتوب بس اندرويد مش ويندوز، وبقدر استخدم الموبايل في نفس الوقت وانا شغال على الشاشه كانها لابتوب والموبايل اندرويد عادي. فالموبايل ده بصراحه مثالي وجميل جدا وانا بحبه جدا وانا مبسوط بتجربتي معاه. بس ده مش معناه ان الموبايل ده ما فيهوش عيوب، وده ياخدنا على اخر جزئيه في الفيديو، وهي عيوب الموبايل اللي انا لقيتها فيه بعد 9 شهور استخدام. اول عيب في الموبايل ده بالنسبه لي هو ان هو بيسخن. ده اول عيب بالنسبه لي. الموبايل ده مش بس بيسخن، الموبايل ده اوقات من كتر ما هو سخن انا ما بقدرش احطه على وشي. ده بيحصل امتى؟ بيحصل مثلا لو انا بعمل مونتاج على اي تطبيق مونتاج، كاب كات مثلا او VN او ايا كان، بس الفيديو كبير شويه وانا بعمله ريندر، الموبايل بيسخن، بياخد وقت كمان على ما يخرج الفيديو، وبلاقي الموبايل فعلا بيسخن. ممكن برضو لو انا بتكلم في التليفون وطولت في المكالمه ولا حاجه، بلاقي الموبايل بدا يسخن، والسخونيه بتبقى صعبه. السخونيه بتبقى انت ما بتقدرش تحطه على وشك تاني، فلازم تبعده بقى خلاص، او لازم تقفل اللي انت بتعمله او تقفل التليفون خالص يستحسن لحد ما يبرد. فدي واحده من عيوب الموبايل اللي انا واجهتها بعد 9 شهور استخدام. معرفش ده عيب فيه ولا انا اللي بتغابى عليه ولا ايه، المهم ان ده موجود في الموبايل. العيب الثاني وهو اداء البطاريه. انا شايف ان هو مش زي ما اتقال، وان هو بيقعد 13 ساعه وان هو بيقعد 20 ساعه والارقام الفلكيه اللي كنا بنسمعها دي. الموبايل ده معايا عمره ما كمل ال10 ساعات تقريبا، عمره من يوم ما جبته حتى الان عمره ما قعد اكتر من 10 ساعات، الا لو انا مش بستخدمه. لكن لو انا بستخدمه فالموبايل ده اقصى مده قعدها معايا كانت 8 ساعات. لو انا بستخدمه واصور مثلا او انا بره فاتح يوتيوب بسمع حاجه في الطريق مثلا، هو اخره معايا 8 ساعات. فده او تاني عيب في الموبايل. سامسونج محتاجه تركز في حته اداء البطاريه، خصوصا ان الشاحن 45 واط، وده معناه ان انت عشان تشحن الموبايل هتاخد وقت، انت بتقعد حوالي ساعه وربع تشحن في الموبايل. ده تاني عيب معانا. العيب التالت واللي انا قلت عليه في نص الفيديو وهو اداء الكاميرا الاماميه، واللي انا حاسس ان هي ضعيفه جدا بالنسبه لموبايل فلاج شيب من سامسونج. فلازم يركزوا على موضوع مش بس ان انا اعمل 200 ميجا بكسل واعمل عزل واعمل زوم 100 اكس واعمل الكلام ده في الخلفيه وانسى الاماميه. يعني الكاميرا الاماميه في الموبايل ده في ذمه الله، الكاميرا الاماميه في الموبايل ده ما جاتش بالنسبه لي. انا الكاميرا الاماميه ما جاتش، خصوصا لما جربت الكاميرا السيلفي في الايفون 15 برو ماكس، حسيت ان الكاميرا دي ما جاتش. يعني كانوا قفلوها وسابوا لي الشاشه كامله كانت بايت كده، اقسم بالله. في النهايه الموبايل ده ممتاز جدا، موبايل عملي تقدر تعتمد عليه في شغلك كله، في تصوير جامد جدا في التصوير، طالما مش هتعتمد عليه في السيلفي وكده، لكن هو موبايل جامد جدا في التصوير. تقدر تعمل بيه محتوى، تقدر تصور بيه اي موقف في اي مكان في اي وقت، تعمل زوم لحاجه بعيده جدا. الموبايل ده مفيد جدا في حته التصوير. انا بصراحه واحده من الحاجات اللي انا بحبها في التليفون ده هي الكاميرات بتاعته. الشاشه في الموبايل ده تحفه بكل المقاييس، وانا مشغلها على الكواد HD بلس، وبصراحه الشاشه ممتازه جدا. فواحده من نقاط قوه الموبايل ده برضو هي الشاشه، واللي فيها انحناء بسيط من الجناب، وبصراحه عاجبني جدا لان هو مخليني واخد تجربه كامله من الموبايل. انا حاسس ان الموبايل كله شاشه، فالشاشه في الموبايل ده ممتازه جدا. اداء الموبايل بالنسبه لي انا شايف ان الموبايل ده ممتاز، واداؤه ممتاز وسريع جدا وما شاء الله عليه، مش بيهنج خالص ويستاهل ثمنه. خصوصا القلم، انا مش بستخدمه كتير بس اوقات بحتاجه لو انا عايز اترجم حاجه، او عاوز اخد سكرين شوت لجزئيه معينه من الشاشه، او عايز اعمل نوتة على PDF، او اكتب ملف، او اعمل سكريبت الفيديو. فالقلم في موبايلات سامسونج بصراحه عملي جدا. واللي برده تقدر تستخدمه ان انت تاخد صوره بيه كانه ريموت. لو انت مثبت الموبايل بعيد عنك تقدر تستخدم القلم كريموت. لو انت ضغطت ضغطه مطوله على القلم هيفتح لك تطبيق الكاميرا. طيب دلوقتي انت على الكاميرا الخلفيه، لو ضغطت ضغطتين هيحولك للكاميرا الاماميه، ضغطتين تانيين يحولك للكاميرا الخلفيه، ضغطه واحده
ياخد صوره. فالقلم له استخدامات كتير، انا مش بستخدمه في التصوير ولكن بستخدمه كتير في تدوين الملاحظات، وان انا اعمل بيه سكريبت الفيديو او اخد بيه نوتس او اعمل سكرين شوت او الترجمه، لان تقريبا اكتر حاجه بستخدمها في الاقلام بتاع سامسونج خاصيه الترجمه. لو انت عايز تترجم اي نص كل اللي هتعمله هتطلع على القلم وتضغط على علامه القلم الموجوده على الشاشه وتختار ترانسليت وبس، تحط القلم على النص هيترجمه لك بكل سهوله. لو ضغطت على ترانسليت هتبص تلاقي عندك مكتوب فوق حرف التي، لو ضغطت عليه هتلاقيه يتحول لشرط، تختار اللغه اللي انت عايزها وبكل سهوله تحط القلم على النص وخلاص كده هو اترجم. فالقلم واحد من مميزات الاس 23 الترا. في النهايه لو هدي تقييم للموبايل ده هديله 8.5 من 10 بسبب الاربع عيوب اللي انا قلت عليهم واللي اتمنى يتحلوا في الاس 24 الترا. ما اعتقدش ان هم يتحلوا بشكل جذري، بس احنا هنستنى نشوف التحديثات بتاعه الاس 24 الترا. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتكتب لي في كومنت سؤالك وانا هجاوبك عليه. اشوفكم في فيديو مراجعه جديد ان شاء الله. سلام.